تعملي ايه لو عيل صايع مش متربي وعمل لك صور فاضحه عاريه بالاي اي ومش رايح يبتزك بيها؟ لا، هو نزلها على مواقع سيكو سيكو عشان يفضحك، هو عايز يدمر سمعتك. انا بقى هقول لك في الموقف ده تعملي ايه، وهقول لك على اداه لو انت او بنتك او اي واحده قريبتك اتعرضت لموقف زي ده، الاداه دي هتشيل كل الصور بتاعتها من على كل مواقع الانترنت. الفيديو ده مهم، فيا ريت نعمل شير كتير عشان عايزه يوصل لكل الاباء والامهات. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن لو حد صايع عمل لك صور بالاي اي عشان يبتزك بقى، ووضحنا قد ايه انك تعمل فيديو لبنت بقت حاجه سهله فشخ دلوقتي، وفي تولز كتير اصلا ممكن تجنريت نودز لاي بنت عادي. الفيديو اللي فات قلنا بقى ازاي نكشف ان الصور دي اي اي لو هو بيبتزنا. بس ماذا لو الشخص الصايع ده عمل الصور وما جاش يبتزنا وقام رايح منزلها على النت على طول؟ هو هنا مش عايز يبتزك، هو عايز يفضحك. قبل ما اقول لك الاداه لازم نفهم شويه احصائيات كده. الموضوع ده بقى منتشر جدا، يعني في احصائيه من اليو ان وومن الامم المتحده 60% من البنات في الوطن العربي اتعرضوا لنوع او اكثر من انواع العنف الرقمي على النت. كمان الموضوع ده بيبقى له تبعيات وحشه على اي بنت، يعني في دراسه في امريكا 52% من البنات اللي بيتنشر لهم صور على النت بيعملوا سيلف هارمينج اكتيفيتيز، بيحاولوا يأذوا نفسهم او ينهوا حياتهم. وده فين؟ في امريكا، اللي هو بلد الشيكابيكا والعري هناك برضه حاجه شبه عاديه، وعايشين على مواقع المعجبين فقط. نعمل ايه بقى وايه الاداه اللي تشيل الصور دي؟ قلنا الفيديو اللي فات ان كل صوره سواء صوره حقيقيه او صوره بالاي اي لها بصمه خاصه ثابته في الصوره. البصمه دي هي الفينجر برينت بتاعت الصوره، هي خاصه بها. هنروح على موقع اسمه ستوب ان سي اي اي. ان سي اي اي هي اختصار لكلمه نون كونسنشوال انتيميت ايمج، اللي هو مشاركه الصور الحميميه بدون الاذن او بدون الرضا. فالموقع معمول عشان يمنع نشر الصور دي. الموقع ساعد تقريبا 300,000 بنت على مستوى العالم ان هم يشيلوا الصور الفضيحه بتاعتهم من على كل المواقع. الموقع بريطاني ولكنه متاح للعالم كله، اي حد ممكن يستخدمه من اي مكان. اتنين، الموقع بيتعاون مع اكتر من 70 منظمه في كل دول العالم، عامل شراكه مع كل منصات السوشيال ميديا، مع منصات عرض الصور، مع مواقع كتير سيكو سيكو. الموقع بيشتغل ازاي؟ بنرفع له الصور اللي حد بيبتزنا بها وخايفين ان هو ينشرها اصلا، فالموقع بياخد البصمه الخاصه للصوره، والموقع بيدعم صور وفيديوز، فبيروح لكل ال70 موقع دول ويقول لهم انا البصمه دي جات لي. هيقول له لو جالك حاجه بالبصمه دي تشيلها على طول. ده لو لسه ما نزلهاش. لو كان نزلها بقى بنشوف المنظمات في الدول اللي عامله شراكات مع الموقع وهم بيتواصلوا معاه، زي سبيك اب في مصر، مره في دول المغرب، وجيان في العراق. الاداه مجانيه تماما، انت بس بتخش على الموقع تعمل كرييت نيو كيس او تسجيل حاله جديده وتملي البيانات وبتتابع معاهم على الايميل. وطبعا قبل ما ندخل على الموقع ونعمل اي حاجه نبلغ عنه مباحث الانترنت على ارقامهم او نبعت لهم على واتساب، والقضايا دي عندهم بتبقى عاجله جدا. وسايب الفيديو ده عندك وشيره مع قرايبك وعلى جروبات العيله. الحاجات دي بتنقذ حياه بنات في بعض الاوقات. في بنات لو تعرف لهم حاجات زي دي ممكن يتوقدوا. الاداه اسمها ستوب ان سي اي اي. ولو عايزين فيديوهات اكتر زي دي عن الذكاء الاصطناعي وازاي نحمي نفسنا منه فسيب لي الفيديو واستنوا الفيديوهات الجايه. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر، حسن شحاته.